أيام التلفزيون السوري، أيام القناتين، كان في برنامج ينعرض اسمه خبرني يا طير. هذا البرنامج كان مختص في لم شتات الضائعين والناس اللي ضيعوا أهاليهم وضيعوا أوطانهم وانفقد التواصل بينهم وبين أهاليهم. هذا البرنامج كان يختص في لم شتات الناس، وفي تلك الفترة أنا كنت لا أحبذ على الإطلاق مشاهدة هذا البرنامج، لأنه ببساطة كان لا يناسبني. أنا كنت طفل وكنت أعشق مشاهدة أفلام الكرتون والتي كانت تعرض لمدة ساعة واحدة في اليوم. كبرت، نعم كبرت، وصرت أكثر خبرة في المشاعر الإنسانية وخاصة الحزن، ولكنني لا زلت على نفس موقفي من هذا البرنامج، أن لا أشاهدها. ولكن هذه المرة لأسباب مختلفة. أصبحت أخاف أن أرى نفسي بين هؤلاء الضائعين.